مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله مناح. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وأول إشي كل سنة وانتم سالمين بمناسبة شهر رمضان. واليوم هيك رجع لكم بروتين جديد، وإن شاء الله رح أرجع زي أول أصور لكم روتينات وكل إشي. يعني الفترة الماضية كنت هيك شوي يعني مش فاضية وبالي هيك مش رايق، بس إن شاء الله رح أرجع يعني وزي قبل ونصور وكل إشي. طبعا أول إشي هون صحيت وطلعت. أول ما صحيت يعني كانت هيك تقريبا الساعة 12، طلعت على السوق لأنه كان بدي هيك كمل غرض زمني، فطلعت أجيب الأشياء الناقصاني يعني لفطور اليوم وهيك. فيعني الواحد طبعا برمضان يعني شوي بيصحى متأخر، فيعني بضل الواحد نايم وهيك. فأول يعني ما صحيت هيك طلعت على السوق. وبعد ما رجعت طبعا بلشت طبعا فت على الغرفة اللي بنقعد فيها، يعني غرفة المعيشة، لحتى هيك أرتبها. طبعا أنا أولادي بناموا فيها، يعني بناموا فيها، بحبوا يناموا فيها، ما يناموا بغرفتهم. فكانوا يعني هيك نايمين فيها، ففت عليها حتى هيك أرتب الفراش وكل إشي. يعني هم أكتر الأوقات أولادي بناموا بهاي الغرفة، ما بحبوا يناموا بغرفتهم. يعني هيك بضلهم سهرانين بالليل على التلفزيون وهيك، وأنا بخليهم يعني هيك على راحتهم، يعني وين ما حابين يناموا يناموا. طبعا بلشت هيك أعزلها وعين الفراش وهيك أرتب يعني فيها. طبعا هون باسمة كانت بتساعدني، يعني بتكنس الأرض. يعني هي كانت الغرفة يعني بس هيك تعزيل بسيط بدها. وبعد ما خلصنا تكنيس طبعا رجعت الطاولة. طبعا أنا بكون عيناها لأنه بنفطر إحنا يعني مكان هيك على الأرض، فبزيحها لما نيجي نفطر. طبعا رجعت هيك الطاولات مكانهم. وهون طبعا بعد ما خلصت يعني الغرفة خلص يعني رتبتها وكل إشي. وبعدين فت على غرفة الولاد، يعني هيك كانت يعني هي نظيفة، يعني مش نايمين فيها ولا إشي، بس كان عندي فيها هيك شوية غسيل كنت غسلاه وكنت بدي أصفطه، يعني حطاه هيك على التخت لحتى إني أصفطه. وبلشت هيك أصفط بالغسيل. طبعا الغسيل أنا صراحة ما بحب أصفطه بالمرة، يعني بحبش هيك تصفية الغسيل. يعني لو يعني هيك يخترعوا لنا إشي هيك يصفط الغسيل لحاله لأنه عن جد يعني تصفية الغسيل كتير ما بحبه، يعني هيك بتضايق لما يكون عندي غسيل وبدي أصفطه. بس يعني مضطرين، يعني لازم إننا نصفط. يعني إذا أنت ما صفطتي وهيك فما في حدا رح يجي يعني يساعدك ويصفط عنك، فلازم يعني كل إشي تسويه أنت يعني لو ما كنت تحبي. وبعدين فت على المطبخ. طبعا أول إشي ببلش إني هيك أرتب المطبخ، إذا في جلي، إذا في هيك يعني أي إشي بده تنظيف المطبخ إني أنظفه. طبعا كان عندي هون هذا الجلي كان من فطور امبارح. طبعا أنا كنت قبل بيوم جاي عندي خالتي، يعني حماتي ودار خالتي يفطروا عندي، يعني كنت عازماهم على الفطور وإجوا أفطروا عندي. فكان طبعا الجلي زي ما انتم شايفين كتير يعني جالي بعد الفطور. فكنت بدي هيك يعني أرتبه وأصفته، كان يعني تركاه هيك تصفى على السلة وبدي أرتبه. وبعدين بلشت إني بعد ما خلصت ترتيب الجلي إني أمسح الرخام وهيك. طبعا هون كان هدول قطايف يعني من قبل بيوم عاملة، يعني زايدين من قبل بيوم، فطبعا بزيح كل إشي عن الرخام حتى أمسح تحته. طبعا آخر إشي بدي أجلي يعني الجلي. طبعا الجلي يعني مستحيل إنه يجي يوم ما يكون فيه طالع جلي، يعني لو قد ما تجلي يعني ليل نهار بضله يتكوم الجلي ولازم تجلي. بس إن شاء الله يعني أنا مفكرة هيك لقدام إني أجيب جلاي،
فيعني بتهيألي يعني أريح إشي عن جد. يعني أنا هذا الإشي اللي حاطاه ببالي إن شاء الله إني أجيب جلاية لقدام شوي، لأنها عن جد يعني بيحكوا بتريح وبتنجز يعني معي، لما خاصة أنا يعني بيطلع عندي جلي كتير يعني، فإن شاء الله يعني ناوي إني أجيبها. طبعا هون بلشت إني يعني هيك أبح الجلي أغسله من السرف وهيك. طبعا هون تقريبا كانت الساعة بتصير هيك 3 3:30، فكنت بدي أبلش يعني بالفطور، يعني هيك أجهز بالفطور. طبعا أول إشي بدي أبلش فيه السمبوسة، يعني أنا اليوم بدي أعمل سمبوسة، فبدي أبلش فيها أول إشي. طبعا بدي أعملها بجبنة، يعني اللي هي الجبنة البيضاء، اللي هي أنا هاي شريتها جبنة اسمها عكاوي يعني. فبدي أعمل جبنة، طبعا بجيبها طبعا بعد ما هرست الجبنة بحط عليها زعتر ناشف، يعني هيك بحسها بتعطي طعم أذكى مع الجبنة، لما تحط هيك زعتر ناشف بيطلع كتير زاكي مع السمبوسة. وبعدين ببلش إني أحشي السمبوسة. طبعا أنا بحشيها بهاي الطريقة، يعني هيك بمدها وبحط الجبنة وببلش هيك أقلبها، يعني يمين شمال، يعني فهمت إنه مرة يمين ومرة شمال بتطلع أزبط إشي. وبعدين بمسك الطرف وبحشيه، يعني هيك بمحل ما فيه آخر إشي هيك، يعني زي فتحة صغيرة بحط فيها الطرف. يعني هاي أحسن طريقة وما بتفك ولا إشي. طبعا هون كنت خلصت الجبنة البيضة، وبدي أعمل كمان جبنة المثلثات، اللي هي يعني المثلثة بتيجي، لأنه ولادي بحبوها الصراحة أكتر من البيضة، فبدي أعمل كمان منها. طبعا السمبوسة يمكن أولها ما تكوني تعرفي إنك تعمليها، بس لما تصيري مرة مرة بتصير يعني سهلة، وهيك يعني لفها وحشيها سهل. ويعني برمضان السمبوسة لابد منها، يعني بحسها لازم يعني على سفرة رمضان يعني تكون. وهون بعد ما خلصتها كلها بدي أجيب هيك الجيلاتين إني أغطيها لموعد الإفطار، لما يعني أجي أعملها حتى ما تنشف، يعني بغطيها أحسن، بتركها يعني على جنب لما أجي نبدأ أسويها. طبعا زي ما انتوا شايفين أنا طلت الدجاج. طبعا اليوم راح أسوي أوزي على دجاج،
فأول إشي طبعا غسلت الدجاج وهيك، بعدين إني أعطيته هيك صدمة، حطيته بالطنجرة حتى ياخد هيك صدمة شوي، بعدين بدير فوقيه المي، بدير طبعا هيك مي عليه، والأفضل تكون مي سخنة. وبعدين بحط طبعا بصلة وغار وهيل وهيك يعني، وبس تطلع زنخة الدجاج أو الزفارة تاعته بشيلها، وبعدين ببلش إني أبهر المي تاعته. طبعا أول إشي بحط فلفل أسود، يعني هيك بحط تقريبا معلقتين صغار، وبدي أحط كمان بهارات أوزي. طبعا البهارات أنا بجيبها مخصوص بهارات للأوزي، يعني بشتريها من عند العطار، بحكي له إنه بدي إياها بهارات أوزي، وبحط كمان هيك تقريبا معلقتين صغار. طبعا وبحط ملح، بس الملح مش هلا، بحطه طبعا قبل ما يستوي الدجاج، يعني بس اجي هيك بدي اطفي عليه بحط شوية ملح. وهون طبعا جبت البازيلا والجزر، طبعا بدي احط كيسين بازيلا وجزر، وكيس بازيلا لحال، يعني كيس واحد يكون بازيلا لحال، وكيسين بازيلا مع جزر. طبعا بدي احطهم بطنجرة، وحتى هيك اقلبهم يعني شوي على النار مع زيت، طبعا زيت نباتي، وبقلبهم هيك شوي على النار لحتى هيك يدبلوا يعني ويطروا. وطبعا كنت اسوي سلطة يعني هيك جنب الأوزي، فبلشت اني هيك افرم فيها. طبعا بجيب يعني اغراض السلطة وببلش اني افرم فيها. طبعا السلطة والفتوش وهاي الشغلات يعني لازم كمان برمضان، يعني إذا ما عملنا فتوش اللي بنعمل سلطة تبولة، يعني بتحسي هاي الشغلات يعني مهمة برمضان. طبعا بحط للسلطة كمان بقدونس زي ما انتوا شفتوا، بحط خس، يعني هيك كمل ورقة خس بحب احط مع السلطة يعني. وكمان بحط هيك نعناع، يعني كمل هيك نعناع، يعني عرق نعناع بيكون زاكي مع السلطة. طبعا هون البازيلا والجزر كانت هيك شوي يعني
يعني هيك دبلت وخلص بدها تستوي، فبحط عليها ملح، يعني هيك رشة ملح، وبحط كمان عليها بهارات الأوزي كمان، يعني هيك ببهرها، بحط يعني هيك رشة صغيرة، وبحركهم مع بعض، وبعدين هيك بغطي عليها برد لحتى تستوي يعني على الكامل. طبعا وكنت بدي أنقع الرز، يعني بجيب أنا الرز الحبة الطويلة اللي هو الرز الأمريكي. طبعا هون باسمة درت لي إياه وبدي أنقعه يعني حتى بعديها أركبه. طبعا هون البازيلا خلص كنت طفيت عليها إنه خلص يعني إنه بكفيها. وهون الدجاج كمان كنت بدي أملحه، يعني خلص كان إنه استوى بدي أطفى عليه، فبحط عليه آخر إشي الملح. يعني أنا بفضل إن الملح ينحط بالآخر، يعني حتى هيك يعني تنحط من أول بتحسي الدجاج هيك بشد يعني. وكنت بدي كمان أملح السلطة يعني هيك خلص يعني أحركها وأحضرها. بحط عليها طبعا ملح وليمون، يعني بكون عاصرة هيك ليمون وبحط عليها. وهنا السمبوسة طبعا أنا بدي أسويها بالقلاية الهوائية، يعني بحسها كتير، يعني القلاية الهوائية منيحة للسمبوسة، يعني بتعمليها عليها كتير زاكية وبتطلع هيك محمشة ويعني ما فيها زيت. بس أنا بدهن يعني شوية زيت هيك عليها قبل ما أحطها، يعني نتفة بدهن. هون طبعا بعد ما هيك اتحمرت بحطها تقريبا 15 دقيقة 12 دقيقة بالقلاية الهوائية، بتطلع يعني محمرة وكتير يعني زاكية وأحسن ما إنك تقليها. وهون كنت بدي خلص يعني أطبق الأوزي. طبعا بعد ما غسلت الرز وهيك منيح بديره فوق البازيلا والجزر وبحركهم مع بعض، يعني بحرك الرز مع البازيلا والجزر، يعني حتى هيك ينخلط كله مع بعض. وبعدين بجيب باكيت ماجي وبدير عليه، بحب يعني هيك أحط باكيت ماجي مع الرز وبرد بحركه. طبعا والدجاج بحطه بقاع الطنجرة يعني من تحت، يعني بيطلع والله كتير يعني هيك متحمر ومأسكع، وبعدين بدير الرز فوقيه. طبعا هاي طريقة الأوزي كتير يعني زاكية وسهلة، يعني هيك بسيطة، فبنصحكم انكم تجربوها وراح تعجبكم. طبعا هاي باسمة بنتي قاعدة تصور وما بعرف شو بتسوي، يعني بتتهبل. وبدير مية الدجاج فوق الرز طبعا، بديرها وبولع عليها النار، وبعد ما تغلي بوطي عليها. طبعا بتكون طبعا هون استوت وخلص، يعني درتها على الصدر، كان طبعا الأذان بده يأذن وبدنا نفطر. وبحط طبعا اللوز، بكون هيك محملة لوز وبحطه على الوجه. وطبعا هيك خلص يعني كان الأذان بده يأذن بدنا نبلش نحضر، وبلاقيكم فيديو جديد، مع السلامة.